السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. وحشتوني جدا 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 من امبارح للنهاردة، والله العظيم وحشتوني جدا. قبل ما نبدأ حلقتنا، كنا وعدنا من كام حلقة إن في حاجة اسمها مفاجأة الرقم 100، وقلنا مفاجأة الرقم 100 هي الوصول للمشترك رقم 100 في قناتنا قناة أهلاوي فندي، والوصول إلى الحلقة رقم 100. طيب احنا الحلقة لسه رقم 100 قدامنا حوالي 10 حلقات، لكن الحمد لله وبفضل الله احنا عدينا الحمد لله المشترك رقم 100. وزي ما قلت قبل كده يا جماعة، يمكن ناس كتيرة قوي تقعد تقول ايه ده، ايه يعني انت عندك 100؟ احنا حاليا حتى الان قبل ما نسجل الحلقة دي بصيت براجع الصفحة كده فلقينا ما شاء الله بقينا 104. تمام. في ناس ممكن تقعد تقول لك ايه يا عم 104 ده في ناس بتجيبهم كده يعني في تكة. والله العظيم انا مبسوط بيهم جدا اخواتي وحبايبي. وقلت قبل كده يا جماعة انا مبسوط بيهم لسبب صغير قوي، لان الناس دي احنا جمعنا بعضنا. وقلت احنا ما جيناش لا عن طريق اعلان ممول ولا صفحات مشهورة شيرت لنا حلقة فالناس جت، لا، احنا جمعنا بعضنا كده بالفكرة. ناس دخلت واقتنعت بفكرة برنامجنا. فكرة برنامجنا اللي هي سريعا كده عشان الناس الجديدة اللي معانا برضو اللي ما حضرتش الحلقات الأولانية. فكرة برنامجنا بتنقسم أو مبنية على محورين. أول محور هو ثقافة التحفيل، وهو ده اللي عايزين ننشره. يعني ايه ثقافة التحفيل؟ يعني افرح بفرقتك يا عم زي ما انت عايز. هو انا مش بفرح بفرقتي؟ انا من امبارح لحد النهارده طاير من الفرحة باللي عمله الاهلي. وبرده داخل مصر لما الاهلي بيغلب اي فرقة ببقى طاير من الفرحة، وممكن احفل كمان على الفرقة اللي قدامي. لكن التحفيل له ثقافة يا جماعة. في النهاية هي كورة وهي رياضة. ما ينفعش ان انا احفل واعدي الخط الاحمر معاك. ما ينفعش ان انا اوصل ان انا الموضوع يبقى اهانه او شتايم او سباب زي ما احنا بنسمع في الفتره الاخيره. الموضوع وصل بقى اوفر قوي. عشان ما نطولش بس في حلقتنا ونخش في حلقتنا على طول، هي دي الفكره الاولانيه. يعني ايه ثقافه التحفيل؟ الفكره الثانيه اللي احنا قلناها برضو من اول حلقاتنا هي فكره انا عايز اغلب اخويا جوه مصر. طيب انا واخويا على ابن عمي. ما ينفعش ان فرقه من مصر بتلعب بره وابقى بتمنى ان الفرقه اللي بتلعبها الاجنبيه او العربيه حتى تغلب فرقه ابن بلدي. ما ينفعش. لذلك قلنا من بدايه حلقاتنا برضو، انا يوم ما بيكون الزمالك بيلعب في افريقيا او اي فرقه، مش عشان بس ما حدش يفكر ان انا بوجه الكلام للزمالك بس، اي فرقه، بيراميدز، فيوتشر، الاسماعيلي ان شاء الله لما يفوق من كبوته ويرجع للبطولات تاني ويرجع لافريقيا تاني، اي فرقه الباب مفتوح قدامها داخل مصر بتلعب في افريقيا، بقعد يعني عارفين ارتدي التيشيرت بتاعها. حتى مش لازم البسه يعني، تمام، لكن معنويا يعني، تمام، ببقى قاعد بشجعها. ليه؟ مش عايز ابن بلدي يطلع يتغلب بره. جوه مصر ده اتفقنا، جوه مصر كل واحد عايز فرقته تغلب ويحفل براحته ويفرح براحته. لكن في النهايه عايزين نتفق ان هي كوره ورياضه معموله للتسليه والترفيه، مش معموله علشان نغلط في بعض ونزعل من بعض وتحصل مشاكل وتحصل الكلام ده. طيب احنا النهارده وصلنا لاول وعد، وهو مفاجاه الرقم 100 بوصولنا. اهلا وسهلا للرقم 100 وعديناه بقينا 104. بدايه تحياتي لكل ال 104 مشترك في قناتكم اهلاوي فندي اللي اتعملت علشانكم، مش عشان قلنا قبل كده برضو. انا الكلام هياخدني كتير وانا عايزين نخش في الحلقه. الموضوع ده كان المفروض يتعمل له حلقه لوحدها، فسريعا كده قلنا ان البرنامج ده علشانكم يا جماعه، علشاني وعلشانكم، مش عشان اقعد اشرح لكم. انتوا بتفهموا اكتر مني بكتير في الكوره، لكن ده معمول علشان نقول ارائنا، مش عشان واحد يقعد قدامكم يقعد يشرح لكم ويحلل لكم المباراه وعمل ايه وما عملش ايه. لا، الكلام ده له برامج كتيرة جدا في التلفزيون وفي الإعلام كله، برامج ولها محللين وبيقعدوا يتكلموا، صحيح منهم كتير بيهجس في الموضوع بس عادي. احنا شغلتنا ايه بقى في برنامجنا هنا؟ ان احنا نطلع الطاقة اللي جوانا، نطلع كلامنا. انا زعلان من فرقتي عشان عملت كذا، لا انا فرحان بفرقتي، وانت نفس الموضوع، ونتناقش ونتكلم. لازم يكون لنا رأي في يوم من الأيام ويوصل للمسؤولين، وهو ده فكرة برنامجنا. طيب نرجع تاني لمفاجأة الرقم 100.
ايه المطلوب بقى، او ايه الجايزه بتاعت النهارده، او ايه المسابقه اللي احنا عاملينها؟ تمام. اولا يا جماعه اسمحوا لي، انا اسف، هي جايزه صغنونه يعني على قدي، تمام، لكن انا شايفها بعيني انا، اللي فاهم قيمه الجايزه دي، ان هي جايزه مليانه حب مني ومن فريق العمل في برنامج اهلاوي فندي لواحد بس من حضراتكم. طيب الواحد ده مش هنقول الجايزه ايه، هنقولها كمان شويه، بس ايه الجايزه دي هيكسبها ازاي؟ حلقه النهارده، حلقه السبت 16/12 ان شاء الله بامر الله، كل واحد مشترك من حضراتكم بيتفرج علينا دلوقتي مشكورا هيدخل على التعليقات ويكتب اسمه واسم الفرقه اللي بيشجعها. موضوع سهل خالص ومش مطلوب منكم اكتر من كده. حضرتك هتدخل على التعليقات بتاعت حلقه السبت 16/12، تمام، هتكتب اسم حضرتك عشان نتشرف بحضرتك طبعا، وتكتب اسم الفرقه اللي انت بتشجعها، اهلي، زمالك، اسماعيلي، بيراميدز، اي فرقه، تمام، بتشجعها. طيب هنعمل ايه بالموضوع ده؟ بامر الله النهارده السبت، بكره الحد هنعمل حلقه بكره ان شاء الله اذا حيانا ربنا سبحانه وتعالى، هنعملها عادي جدا، تمام. يوم الاثنين هنجمع كل الاسماء اللي عملت التعليقات في حلقه النهارده، تمام، وهنعمل بيها قدام حضراتكم عيانا بيانا ورق صغير كده، تمام، وهنعملها زي قرعه، وهنسحب القرعه قدام حضراتكم، وهنطلع ورقه واحده قدام حضراتكم، وهنقرا كلنا الاسم اللي موجود ايا ما يكون انتمائه، اهلي، زمالك، اي فرقه زي ما قلنا، ايا ما يكون مكانه فين، هنوصل له ان شاء الله بامر الله، ونوصل له تيشيرت فرقته هديه من برنامج اهلاوي فندي. يعني ممكن هي هديه صغنونه قوي، وانا اسف مره تانية، تمام، احنا مش برنامج بتاع مسابقات بقى وهندي جوائز كبيره والكلام ده، لكن هي هديه مليانه حب. اولا لو الكسبان اهلاوي هو عارف كويس قوي قيمه تيشيرت النادي الاهلي اللي احنا هنوديه له، ده بملايين الملايين وكلنا بنعشقه. طيب لو اي نادي تاني وواحد كسب باي انتماء تاني، برضو انا هروح اشتري التيشيرت بتاعه، تمام. والله يا جماعه دي قيمه لوحدها يا جماعه. انا هروح اشتري، انا عمري في حياتي ما رحت اشتريت تيشيرت تاني غير تيشيرت النادي الاهلي. بص ساعه ما قلت الكلمه حتى اتلجلجت ازاي، دي لها فلوس لوحدها، لها ثمن لوحدها. هنجيب تيشيرت فرقتك، فرقه حضرتك، تمام، وهنوصله لحد عند حضرتك، ولو في امكانيه كمان ان احنا نسجل ولو 5 دقائق معاك في حلقه، نتشرف جدا 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 بان انت توافق على كده. دي الفكره مضمونها. طيب يبقى احنا النهارده وبكره ويوم الاثنين لحد ما نسجل حلقه الاثنين ان شاء الله بامر الله، الحلقه بتاعت النهارده بتاعت السبت دي هنفضل نلم فيها تعليقات. مشكورين لو سمحتوا يا جماعه، ساعدونا يا كل ملاك قناه اهلاوي فندي، يا كل مشتركين في قناه اهلاوي فندي، ساعدونا في الموضوع ده، تمام. يوم الاثنين قبل الحلقه بتاعت يوم الاثنين اللي هي هتكون ان شاء الله بامر الله بعد ماتش النادي الاهلي، بعد ماتش يوم الاثنين، قبل ما ندخل الحلقه هنجمع التعليقات كلها في ورق وهنعرضه قدام حضراتكم، والموضوع هيبقى قدام حضراتكم، تمام. طيب تعليقات مثلا لو حلقه بكره فيها تعليقات، لا دي خارج المسابقه. المسابقه تعليقات حلقه النهارده بس، تمام. توكلنا على الله، بدأنا مسابقتنا اللي هي ان شاء الله بامر الله تيشيرت فرقتك. طيب ندخل على بركه الله حلقتنا. بس لو سمحتوا يا جماعه قبل ما نخش الحلقه بقى، احنا طولنا قوي، بعد اذنكم نسيت اقول لكم لو سمحتوا يا جماعه لايك وشير. والله اللايك ما هيتعبك في حاجه، اللايك هيعلي البرنامج بتاعك وهيساعد اخواتك وهيدعمهم. ادعمونا باللايك والشير، ولو حضرتك جديد معانا نتشرف والله ان حضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. ندخل بقى في اجواء حلقتنا النهارده اللي هي اجواء في قمه الروعه. من ساعه ما النادي الاهلي كسب امبارح مباراه الاتحاد السعودي وانا عايش في نشوه وفي سعاده واجواء احتفاليه جامده جدا جدا جدا. انا ماشي في الشارع يا جماعه، انا حاسس ان الناس هتعلق بلالين وزينه في الشارع، تمام. عارفين ليه؟ اولا لقيمه البطوله اللي الاهلي بيلعب فيها.
كاس العالم هي اعلى البطولات طبعا بالنسبه للانديه، زائد الضغط النفسي اللي انا اتكلمت عنه امبارح، اللي السعوديين اخواتنا السعوديين طبعا في النهايه قلنا هي كوره تمام، وهم اخواتنا، اخواتنا السعوديين صدروا لينا في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا حاله نفسيه كده ان احنا يعني لا ده الاهلي هيتغلب من الاتحاد 10-0. انا واحد من الناس خفت تمام. فعلشان الاهلي امبارح يعني قفش الاتحاد قفشه وحشه قوي، الاهلي امبارح ما كانش طول المباراه، فالفرحه جامده قوي 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 من امبارح تمام. وخلي بالكم انا عايز اقول لكم على حاجه، الفرحه مش مقتصره على جمهور النادي الاهلي بس، والله العظيم انا عايز من مكاني هنا اشكر ناس كتير جدا جدا جدا. انا شفت حاجات، وفي حاجات كتيره ممكن ما كنتش شفتها انا واثق ان هي موجوده، ناس زملكاويه وناس انتماءات تانية خالص على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده مليانه بوستات من ناس انتماءات تانية خالص غير النادي الاهلي، والناس بتتكلم بفخر عن فرقه النادي الاهلي، وبيكلموا السعوديين اخواتنا يعني هو ده النادي الاهلي وهي دي مصر. تخيل بقى لما بيتكلم بيقول ايه، بيقول انا زملكاوي وبقول لكم هي دي مصر، اوعوا حد يغلط في اي فرقه في مصر. هو ده الكلام، هو ده الكلام الحلو. احنا هنا في مصر نعمل اللي احنا عايزينه في بعض، لكن بره لا. يعني مش عشان ما انساش حد، بس انا شفت مثلا بوست لاصدقائي، ناس اصدقائي، الاستاذ خالد كمال كاتب بوست روعه الروعه على الفيس، الاستاذ انور دومه، الاستاذ محمد الفخراني، عشان ما انساش حد يا جماعه. انا شفت ناس كتيره قوي النهارده كلهم مشكورين على البوستات اللي كتبوها، تحياتي ليهم. وان شاء الله بامر الله الفرحه تعم مصر كلها، وتعم مصر كلها بفرقها كلها ان شاء الله بامر الله. طيب طبعا اجمل انتصار او اجمل فرحه، مش ان اعلامك بس هو اللي يتكلم عليك، مش ان الاعلام المصري هو اللي يتكلم عليك، لا، الاعلام المنافس هو اللي يشهد لك. الاعلام السعودي النهارده يا جماعه كله بلا استثناء، انا دخلت اكتر من موقع، الكل بيشيد والكل بيهني وبيبارك وبيتكلم عن النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي واللي عمله امبارح في السعوديه وعلى الاراضي السعوديه، انه يعني سوري في اللفظ بهدل الاتحاد على ارضه تمام. يعني جريده الرياضيه السعوديه اشادت كتير جدا جدا النهارده في اكتر من تعليق، وقالت النسر قبض على النمور او حاجه زي كده تمام. النسر طبعا هو رمز النادي الاهلي، والنمور هو رمز الاتحاد. يعني السعوديين ذات نفسهم هم اللي بيتكلموا عن انجازات النادي الاهلي واللي حصل والكلام ده، فده شيء حلو ان المنافس هو اللي بيتكلم عنك بطريقه كويسه. طيب نروح للزغلول الكبير بقى، الزغلول الكبير اللي النهارده موتني على نفسي من الضحك، على قد اللي عمله فيا في خلال الثلاث شهور، وعلى قد اللي انا كنت ناوي اقوله وعمال مجهز له. بص اقول لك على حاجه، يعني مجهز له عريضه قد كده علشان اقولها له النهارده. هو الراجل حفل على نفسه، تخيلوا ملاكم وفي الحلبه وعمل كده اهو، والملاكم التاني دخل عليه فضل يديله لحد ما خلاص الملاكم اللي عامل كده اهو مش قادر. طب هيموته بقى، انت ميت لوحدك. وليد الفراج النهارده، الاستاذ وليد الفراج الاعلامي المحترم تمام، احنا ناس محترمين، الاستاذ وليد الفراج الاعلامي المحترم السعودي اللي بقاله 3 شهور عمال يقول كلام سوري مش قده، مش قصدي مش قد كلامك يا استاذ وليد، لا مش قده، مش قد النادي الاهلي. انت اللي قلت الكلام ده النهارده. طيب اسمع يا صاحبي، استاذ وليد الفراج النهارده، يعني انا قلت لكم امبارح في حلقه امبارح قلت ايه، والله العظيم قلت انا عمال ادور في كل القنوات السعوديه وادور على اكشنها مع وليد، وادور على ام بي سي اكشن، وادور على قنوات السعوديه والرياضيه والكلام ده، ان انا الاقي الاستاذ وليد الفراج مختفي. فبدور النهارده كده في اليوتيوب فلقيت
اول رد للاستاذ وليد الفراج بعد هزيمه الاتحاد من النادي الاهلي. نسمع سريعا كده الاستاذ وليد قال ايه. اولا هو طبعا الكلام ده هو بيتكلم بلغته، احنا هنتكلم بلغتنا المصريه. انا جمعت كده بعض من كلامه. بيقول ايه؟ بيقول ايه يا مصريين، هو الواحد ما ينفعش يهزر معاكم؟ يهزر خلاص، الكلام اللي كان بيقوله وكان بثقه بقى بيهزر. ما علينا، هو الواحد ما ينفعش يهزر معاكم شويه؟ ده انا كنت بهزر. وعامه انا اسف للنادي الاهلي جدا، اسف واعتذار. وفعلا ادخل يا صاحبي على اليوتيوب وهتسمع اعتذار الاستاذ وليد الفراج للنادي الاهلي. دي يمكن من الحاجات اللي هدتني، وقررت ان انا اعرض عليكم بس كلامه، مش محتاج ان انا اقول له حاجه. وعامه انا اسف جدا للنادي الاهلي. بص بقى الضحك بقى والافيه، هو بيحاول يحل الموضوع ويحل شكله شويه. بيقول لك ايه؟ بس هي دي اصول يعني؟ اتكلم كلمتين بهزار يقوم الاهلي يرد بالمنظر ده وياخد الموضوع بجد؟ ده دخل على الاتحاد دخله، ده القميص الاحمر بيوجع وجع. زو الاول شويه، زو التاني شويه، زو التالت. على فكره زو دي بتاعته، انا بقول لك الكلام اللي قاله. بصراحه يا جماعه لحد قبل المباراه، اسمع الافيه اللي جاي ده اللي موتني على نفسي من الضحك. بيقول لك بصراحه يا جماعه لحد قبل المباراه كان الاتحاد متفوق على الاهلي، وكان له حساب عند الاهلي، حساب تاريخي. لكن الاهلي دخل وقال انت حسابك كام؟ خد عندك. وبعد ما حاسبه على داير مليم ساب له تبس كمان. انا سمعت الكلمتين دول انا وقعت في الارض من الضحك على كلمه ساب له تبس. صح، الاهلي خلص اللي عليه تماما وساب تبس كمان. يعني الاهلي دلوقتي هو اللي له. اخر حاجه بيقولها الاستاذ وليد الفراج، بيقول هو احنا ممكن نلعب مع المصريين بس بلاش الاهلي؟ شوفوا لنا اي فرقه تانية بس بلاش الاهلي. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ وليد، اي فرقه من مصر هتلعب معاها هتشوف المنظر اللي شفته في المدرجات امبارح نفسه. لو انت ركزت شويه كنت هتلاقي في وسط الاحمر في ابيض، وفي وسط الاحمر في اصفر، وفي وسط الاحمر في اخضر. ركز، اي فرقه هتلعب معاها من مصر هتشوف منها اللي انت شفته امبارح. اسمع الكلام وبلاش تتكلم بعد كده. يعني ايه؟ ما تسبقش، استنى يا اخي، اكسب وحفل زي ما انت عايز. انما يحصل المنظر ده شكلك وحش، ما ينفعش. طيب تدريب النادي الاهلي النهارده، نرجع بقى لفرقتنا بقى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. النادي الاهلي النهارده اتدرب تدريب بالنسبه للناس، للمجموعه اللي ما لعبتش امبارح، تدريب قوي، تدريب كامل. بالنسبه للناس اللي لعبت امبارح زي ما احنا متعودين هو تدريب استشفائي وفكر العضلات. طبعا ما فيش اي وقت انك تاخد راحه ولا اي وقت للكلام ده. النهارده على طول تدريب استشفائي وفك عضلات وكده، علشان بكره في تدريب تكتيكي. ما انت خلاص انت هتلعب بعد بكره. المباراه الثانيه اللي هي قبل النهائي ان شاء الله بامر الله هتكون بعد بكره، تمام؟ فمفيش وقت. تمرينه جامده للناس اللي ما لعبتش، وتمرينه استشفائيه للناس اللي لعبت، عشان كله بكره مع بعضه يتلعب تمرينه التكتيكيه عشان الخطه بتاعه فلومينينسي البرازيلي اللي ان شاء الله بامر الله هنلعبه يوم الاثنين. طيب فلومينينسي ده يا جماعه حوار سريعا كده. اولا في بس حاجه معلومه صغيره قوي. فاكرين كينو لاعب بيراميدز المستشار تركي آل شيخ كان جابه لعب في مصر سنه واحده، لعيب هايل الهايل، تحفه ملوش حل، برازيلي. انا استغربت ان اللعيب ده اساسا ما بيلعبش ازاي في اوروبا، وازاي ان هو جاي يلعب هنا تمام. يعني كانت غريبه. لعيب جميل. كينو بيلعب في فلومينينسي البرازيلي، وان شاء الله بامر الله هيكون موجود قدام النادي الاهلي. اتمنى يا رب ان مستر كولر يركز شويه. انت هتلعب مع برازيل، هتلعب مع ناس من اصحاب الكوره زي ما بنسميها كده، هتلعب مع فرقه من اللي عارفه تلعب ازاي ولاعيبتها بتعرف تلعب ازاي، تمام؟
بس ركز مع كينو قوي، لان اللعيب ده خطر قوي 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 قوي. تمام. شوف بقى تمسكه، هتمسكه لمين؟ يعني كينو بيلعب بيحب يلعب في الناحيه اليمين في معظم الوقت، وينج يمين. تمام. بس بيعرف برضو يلعب شمال، لكن اساسه بيلعب في الناحيه اليمين. فانا مش عارف بقى هتلعب عليه مين من خط النص مثلا، هيرجع معاه ولا ايه؟ مش فاهم. تمام. سايب لك الموضوع ده كولر، وواثق فيك، ربنا يستر. الفرقه دي يا جماعه جامده، الفرقه دي جامده. وكوره امريكا الجنوبيه معروفه، اذا كانت البرازيل ولا اوروجواي ولا باراجواي ولا تشيلي ولا الفرقه دي كلها، او الدول دي كلها يعني دول الشعوب بتاعتها بتتغذى كوره. بس ان شاء الله بامر الله الموضوع هيكون على خير، وهنعدي فلومينينسي دي ان شاء الله بامر الله. عشان حلقتنا النهارده ما تطولش، فبكره هنتكلم ممكن عن فلومينينسي ده اكتر شويه. تمام. طيب سريعا قبل ما نقفل حلقتنا، عايزين برضو ايه، الدوري المصري اللي انا ظلمه بقالنا حلقتين ثلاثه، معلش قصه الكاس العالم والكلام ده واخدانا شويه، لكن سريعا كده نقول نتائج الاسبوع التاسع في الدوري المصري. البنك الاهلي والجونه 3-2 للجونه. البنك الاهلي طبعا بداياته من بدايات الدوري وهو الموضوع، مع تقريبا كسب ماتش او ماتشين حاجه زي كده، والماتش اللي كسبه 4. تمام. فحاجه غريبه يعني. فيوتشر وسيراميكا 1-1. لا خلي الزغالي خلي الزغلول ده شويه. بيراميدز والبلديه 2-2. بيراميدز يا جماعه بالمباراه دي شفت فيه اخطاء دفاعيه كتير، اخطاء دفاعيه ومشاكل دفاعيه كتير. وده اللي لما اتكلمنا عن بيراميدز في دوري الابطال في افريقيا، قلت لكم بيراميدز انا شايف ان هو مش هيعدي دور المجموعات، بالرغم ان مجموعته كل فرقه من الاربع فرق كلهم 4 نقط، لكن بيراميدز هو الاخير فيهم علشان ترتيب يعني فرق الاهداف. بس انا شايف ان الدور الثاني بيراميدز لو لعب بنفس المنظر ده، انت جاي لك سان داونز هتلعبه كمان كام يوم. اذا بيراميدز ما عملش فوقانه كده وغلب سان داونز من الاخر هنا، والماتش اللي بعده كمان عمل حاجه، الموضوع هيبقى صعب قوي على بيراميدز. بلديه المحله شابوه، كان ماتش حلو قوي بالنسبه لبلديه المحله وضاع منها اهداف كتير. الداخليه وسموحه 0-0، كان ماتش هادي خالص، وكان ماتش مش بالقوه دي. فاركو وزد وطلائع الجيش والمقاولين. انا ليه قلت الماتشين مع بعض؟ لان انا قلبت ما بين الماتش ده والماتش ده، في اول كام دقيقه، في اول 7-8 دقائق لقيت فاركو 1 وزد 0، وطلائع الجيش 1 والمقاولين 0. قلت ياه، ده الماتش ده زد والمقاولين الاثنين هيشيلوا كتير قوي، ده في اول كام دقيقه هدف. واذا بالمباراتين ينتهوا 2-1 لزد والمقاولين، ريمونتادا هنا وريمونتادا هنا. قبل ما اطلع اسجل لكم الحلقه دي، انا شايف ان يعني كنت بتفرج على انبي والاسماعيلي. الاسماعيلي الله يكون في عونه في الحاله اللي هو فيها، لا زال الاسماعيلي يعاني، ولا زال الاسماعيلي مش قادر يقف على رجله. انا سايبهم 1-0 الانبي، وما اعتقدش بالمنظر اللي انا شفته ان الاسماعيلي ممكن يكسب المباراه دي او يتعادل. حتى اذا حصل اهداف، رايي انا اذا حصل اهداف يمكن يكون انبي هيزود الحصيله بتاعته اول مباراه تخلص على كده. ده كده معلش انا اسف، هسيب الزغلول الكبير، ما ينفعش طبعا. الزغلول الكبير مش هحفل، والله انا فرحان بفرقتي وفرحان بالاجواء اللي احنا فيها. تمام. المصري والزمالك 1-0 للمصري. المصري يا جماعه في المباراه دي عمل ايه؟ المصري طبعا علي ماهر الغير موجود في المباراه دي، لكن نفسك معانا يا كابتن. المصري عمل اللي هو عايزه، خطف جون وانا خدت ال3 نقط، وراح راجع وما لقاش معاناه جامده في ان هو يدافع على الزمالك، لان الزمالك كان بلا انياب هجوميه حقيقيه. انا شايف ان الزمالك ما كانش الفرقه اللي ممكن تقوم يعني تقفش على المصري وهوب انت جبت فيها جون، لا انا هفوق واجيب انا بقى الاول والثاني واعمل ريمونتادا والكلام ده. كانت بعيده جدا عن نادي الزمالك، وخسر 3 نقط جديده. نادي الزمالك يا جماعه
قلناها سريعا كده، قلناها في الكونفدراليه، قلنا الزمالك طالع بتسع نقط، لكني شايف 9 نقط دول بسبب ضعف الثلاث فرق اللي معاه، ثلاث فرق ضعاف جدا جدا جدا. يعني لو في قوه ان مش قوه، سوري، لو في امكانيه ان الدور الاول ده يخلص بنقط اكتر من كده، كان الزمالك المفروض ياخد 20 نقطه و30 نقطه. فالزمالك مش المستوى يا جماعه، برغم التسع نقط وبرغم اعتلاء قمه مجموعته، لكن لضعف المنافسين مش لقوه نادي الزمالك. ده رايي انا، محدش مجبر ان هو يقتنع بيه. طيب كده خلصت حلقتنا، بس قبل ما امشي بعيد سريعا تاني، ما تنسوش يا جماعه تعليقك النهارده على حلقه النهارده، اسم حضرتك والفرقه اللي حضرتك بتشجعها، علشان ان شاء الله بامر الله معانا النهارده وبكره وبعد بكره يوم الاثنين لحد قبل حلقه يوم الاثنين اللي هتكون بعد مباراه النادي الاهلي. تمام؟ هنجمع التعليقات كلها بتاعت النهارده وبكره وبعد بكره ونعمل بيها بيسموها كده زي ايه، طنبله، ورق صغير وهنسحب منه ورقه ونشوف الفائز بتيشيرت فرقته. وعلى فكره اللي هيسحب الورقه دي مفاجاه برضه، هنخليها يوم الاثنين ان شاء الله بامر الله. معانا شخصيه هتسحب الورقه دي ان شاء الله بامر الله. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم وتنول رضاكم. تحياتي لكل حضراتكم، سعيد جدا 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 بلقائي مع حضراتكم النهارده، واسف جدا جدا على الاطاله النهارده، معلش الحلقه النهارده كان فيها اخبار كتير وكان فيها كلام كتير، اسف على الاطاله، سامحوني النهارده. شكرا لكم جميعا، اقابلكم ان شاء الله بامر الله بكره على الف خير، علشان نشوف اجواء جديده في النادي الاهلي في المونديال وفي جده. اشوفكم بكره على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العالية روكسون دايما بنشجع الابطال. سمن عماد متعب مرتده تصوير، جول 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 جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة علي محلول يوزع جول.